يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاسه رهيبه هتبهرك. حاجه كده من الاخر كلها فيتامينات عاليه بدون لحوم ولا فراخ، وهي البتنجان. هنعمله بطريقه جميله ومختلفه جدا. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه، وتابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي كل التكات والحركات. اول حاجه معايا بتنجانتين كده زي ما انتم شايفينهم، يكونوا بيلمعوا متولين كده وحلوين سرحين عشان ما يبقاش فيهم بذر يا جماعه زي ما انتم شايفين. هنبدا نقطعهم بقى. هنقطعهم كده ايه مكعبات صغيره. الطاسه دي عايزه اقول لكم ان هي تحفه مفيده جدا، وقيمتها الغذائيه عاليه جدا زي ما بقول لك كده، وبدون لحوم وبدون فراخ، بالبتنجان بس. هنقطعها مكعبات كده زي ما انت شايفه، نقطعها بالطول ونرجع نقطع بالعرض كده مكعبات صغيره، عشان هي الطاسه محتاجه البتنجان يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطاسه دي بتتعمل في اقل من ربع ساعه، سهله جدا وبسيطه، متاخدش وقت معانا خالص. احنا كده قطعنا البتنجان، حطينا معلقتين زيت في الطاسه، زيت بسيط جدا، وهننزل بكميه البتنجان كده نقلبها لغايه ما تاخد لون معانا. يعني مش هتاخد وقت معانا على النار بمعنى اصح. زي ما انت شايفه بصي اللون بتاعها عمل ازاي كده، ابتدت تلون معايا كده وتحمر ايه معايا كده. تمام. البتنجان جبنا قرن فلفل احمر معانا كده حلو زي ما انت شايفه كده. فلفل الالوان برضو هنقطعه مكعبات. الفلفل الاحمر ده عايزه اقول لكم ان فيتامين سي فيه عالي جدا، يعني فايده فظيعه، والبتنجان فيه حديد عالي جدا. زي ما انتم شايفين قطعت ايه قرن الفلفل كده لمكعبات صغيره. حطيت برضو معلقتين زيت في قلب الطاسه كده، وهنزل فيهم بالايه وجبت بصلايه سوري قطعتها مكعبات صغيره، هنزل بيها في الاول كده زي ما انت شايفه. هنقلبها لغايه ما ايه ما تدبل معانا كده ولونها ايه يبتدي يغير شويه. وبعد كده هننزل عليها بايه بالفلفل بقى. بصوا هي كده ايه ابتدت ايه تدبل معايا. نزلت بقرن الفلفل اللي انا قطعته مكعبات، هقلبه شوية برضو لغاية ما يدبل معايا حاجة بسيطة كده. وبعدين هنجيب معلقتين صلصة طماطم، ممكن نفكهم بشوية مية لو هي تقيلة قوي عشان نعرف نحركهم في الطاسة معانا. وهنقلبهم. بصوا الطريقة سهلة وبسيطة ازاي، بس طريقة مختلفة برضو عن اي نوع بتنجان انت كلتيه قبل كده. معايا بقى التوابل: معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة زعتر، معلقه روزماري. التوابل اللي انت حباها حطيها. وبعد كده نزلت بالبتنجان، بس للاسف اللقطه ما اتصورتش وانا بنزل بالبتنجان عليهم. هبدا بقى اقلبهم لغايه ما ايه ما يتسبكوا معايا شويه. وجبت ايه 3 بيضات، نزلت باول بيضه وسعت لها مكان كده ونزلت، والتانية برضو. وهنزل باخر بيضه كده. هنغطيهم ونسيبهم شويه مع بعض لغايه البيض ما يبدا ايه يستوي معايا، يعني من 3 دقايق ل4 دقايق كده. زي ما انتم شايفين ابتدى يستوي معايا. هبدأ بقى اوزع جبنة موتزاريلا عليها. عايزه اقول لكم ان الجبنه الموتزاريلا بقى تديها طعم حكايه مع البيض. يعني معاكي بروتين وحديد وفيتامين سي، معاكي ايه فيتامينات عاليه جدا في الوجبه دي، مفيده جدا وصحيه. هغطيهم واسيبهم بقى ايه لغايه ما ما تستوي من مده 4 دقايق ل5 دقايق، والجبنه تسيح فوق الوش كده زي ما انتم شايفين. وزوقتها بشوية شبت بس مش اكتر من كده. حاجة رائعة. عايزة اقول لكم ان الريحة فظيعة وجميلة جدا، يعني حكاية. نبدأ بقى ناخد من الطبق كده ايه معلقة اوريها لكم. بصوا طالعة البخار طالع منها فظيعة، ريحتها جميلة جدا مع الجبنة مع البيض مع البتنجان. رائعة، طاسة رهيبة. بصوا عاملة ازاي. بصوا البتنجان عامل ازاي، تحفة والله تحفة زي ما بقول لكم كده. جربيها وهتعجبك جدا ان شاء الله. وطبعا اكتبيلي في الكومنتات لو عجبتك الوصفة، ولو عجبكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.